السلام عليكم اخواني واصدقائي. حبيت اشارككم اليوم قصة البيت الشهير اللي يقول: اللي يبينا عية النفس تبغيه، واللي نبيه عيا البخت لا يجيبه. طبعا البيت انقال من اكثر من 120 سنة والى يومنا هذا ينذكر، وبنظري هو من اروع الابيات اللي سمعتها بحياتي. طبعا البيت يحمل في طياته اروع واجمل واحزن قصة حب سمعتها بحياتي. القصة هي الشاعر اسمه عبود بن علي أسويلم وزوجته الشاعرة نورة الحوشان. يعني هو كان شاعر وزوجته كانت شاعرة، لكن عبود كانت فيه صفة ما هي محببة، وهي أنه يتعصب بسرعة ويزعل. عبود كان عنده نخل يشتغلون فيه هو ونورة، يأكلون ويبيعون من هذا النخل، وكان له 3 أولاد من نورة: حوشان وطامي وبنت. طبعا الرواة اختلفوا على اسم البنت. عبود بسبب العصبية طلق نورة الطلقة الأولى، بعد فترة رجع وطلقها الطلقة الثانية، بعد فترة للأسف رجع وطلقها الطلقة الثالثة والأخيرة، واللي ما عاد تقدر ترجع له إلا بعد ما تتزوج من رجل آخر. بهاي اللحظات هو كان متعصب وما يعرف إيش سوى. نورة بكل هدوء شالت أطفالها واتجهت البيت أبوها. عدى اليوم الأول، الثاني، الثالث، صاحبنا بدأ يحس بالوحدة، بدأ يشتاق النورة، بدأ يهجر النخل، حالته بلشت تستاء. هو ما كان يريد أنه نورة تتزوج من رجل ثاني، وهي كانت تحبه لكن ما تقدر ترجع له. انتهت عدة الطلاق، وبدأ الخاطبين يتوافدون إلى بيت أهل نورة لخطبتها، ابن الشيخ والشيخ الفلاني، لكن هي ترفض، ما تريد غير زوجها. من الكلمات اللي كان يقولها عبود النورة: يا هيش يا هيش، وهي كانت تحب هاي الكلمة ومحببة إليها جدا. بأحد المرات طلبها شخص وهو كان يعرف إنها رافضة، حاول إنه يوصل لها عن طريق أولادها، صار يلعب الأطفال، يهتم بيهم، يتقرب لهم في سبيل إنها توافق عليه. نادت عليه نورة وقالت: قلبي يحب صويحبي مير يكوي، مكون يبين الجرح به قبل دمه، أبيه لو هو يطبخن ثم يشويه، ويبرد لهيب القلب ضمه ولمه. يا حلو قوله يا هيش، يا ويش تبغين، أحلى من الورع المغاغي على أمه. لا بالله خوينا، بعد ما سمع هالأبيات شال حموله وتوكل. الأبيات كانت توصل العبود لكن ولا يقدر يسوي شي، فكان يلتجئ الجبل جنب بيته يطلع له، مرة يصيح ومرة يبكي ومرة يقصد، لكن لا حول ولا قوة. بأحد الأيام اندق باب بيت نورة، إلا وهو خالد ابن أخ عبود جاي يخطب نورة. نورة ظنت إنه عبود هو اللي بعث خالد علشان يرجع هو يتزوجها، لكن خالد ما كان جاي لأجل يحللها، كان يحبها ورايد إنه يتزوجها وتصير حليلة له. المهم خطبها خالد وهي وافقت وبنية سليمة. تزوجها خالد وصار يظهر لها الحب والاهتمام، لكن قلبها مع عبود. لما وصل الخبر العبود انصدم، تمنى إنه أي شخص تاني متزوجها غير خالد. نورة صارت تدور العذر اللي يخليها تخلع خالد ولا لقت، فسلمت أمرها لله وسكتت. بأحد الأيام قررت نورة تسير البيت جارة لها، وقبل الغروب قررت إنها ترجع لبيتها. الطريق اللي إجت منه كان بعيد شوي عن بيتها، فقررت إنه تروح من طريق ثاني لأجل تختصر الطريق، بس هي كانت ناسية إنه الطريق هذا يؤدي إلى بيت ومزرعة محبوبها السابق وزوجها السابق عبود. لما مرت شافت عبود واقف عند الباب وحالته يرثى لها، صارت تبكي، تخيل تشوف حبيبها ولا تقدر تحاكيه. هنا قالت أجمل أبيات الحب من 120 سنة إلى تاريخ اليوم، فقالت: يا عين هلي صافي الدمع هليه، والينقضى صافيه هاتي سريبه، يا عين شوفي زرع خلك وراعيه، هذه معاويده وهذه قليبه، البارحة لا مال رايه نماليه، واليوم جيتهم علينا
صعيبة، ونمرني بالدرب مقدر أحاكيه، مصيبة يا كبرها من مصيبة، اللي يبينا عية النفس تبغيه، واللي نبيه عيل بخت لا يجيبه. بعد فترة قليلة من هذه الأبيات توفيت نورة الحوشان، وبعد وفاتها بفترة قليلة توفي عبود لتنتهي أجمل وأحزن قصة حب. والسلام عليكم ورحمة الله.